السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات دودي. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله بقى، هعمل معاكم الكشري المصري الأصيل. طبعا مفيش حد ما بيحبش الكشري. تابعوا معايا بإذن الله عشان تعرفوا الطريقة. اول حاجة طبعا بحب ابدأ بها في الكشري. بحب ابدأ بالبصل، لان الزيت بتاع البصل انا بستعمله في كل حاجة. يعني بستعمله في الرز، في الصلصة، في كله. فأول حاجة ألزم نبدأ بيها البصل. أنا معايا طبعا أي كمية انتي حباها بقى. أنا معايا البصل بتاعي كده هقطعه نصين، عشان بالمبشرة دي طبعا من الناحية بتاعت الشيبسي. هعمل البصل فيها. هقطع البصل فيها شرايح رفيعة، لأن مهما كان لو عملنا بالسكينة الشرايح مش هتبقى رفيعة، هتبقى سميكة شوية. فأنا بعملها من الناحية بتاعت الشيبسي أحلى، بتخلي البصلة معايا الشرايح رفيعة جدا. كده بقى زي ما انتم شايفين من الناحية دي اللي بنعمل بيها شرايح الشيبسي. هعمل البصلة بتاعتي، بتطلع الشرايح رفيعة جدا ومظبوطة زي ما انا عايزاها. هخلص بقى باقي الكمية وهوريكم. كده الكمية بتاعتي كلها خلصت. هفككها كده من بعض بايد، عشان لو في واحدة ماسكة في التانية وكده. وفي تكاية بقى هقول لكم عليها، بتخلي البصل معاكي مقرمش جدا. عايزه اقول لكم البصل ممكن يقعد معايا 3 ايام والله العظيم. مقرمش جدا، يعني اكنه لسه معمول. كده بفككه حلو، وهقول لكم بقى هضيف عليه ايه. الدقيق معايا بقى معلقتين دقيق كبار، هوزعهم كده على البصل واقلبه، واخلط بقى البصل فيه، خليه يتغلف بيه حلو. عايزه اقول لكم الخطوه دي حلوه جدا، دي اللي بتخلي البصل معاكي مقرمش وجميل، وما بيقعش في الزيت ولا اي حاجه خالص من الكلام دي. شويه الميه دول هقول لكم اعمل فيهم ايه. انا مش هستعملهم كلهم، هستعمل حاجه بسيطه خالص، بس هقول لكم بعد ما اغلف البصل بالدقيق. غلفي البصل بالدقيق كويس قوي، ما تسيبيش حاجه ما يكونش جه عليها دقيق. نقط يعني، بص، بايدي كده نقط ميه بسيطه خالص. وهقلب بقى هقلب تاني مره البصل، عشان الدقيق يثبت على البصل، يعني ايه، يبقى ماسك فيه. بص نقطت بايدي حاجه بسيطه خالص. دي بقى الحله بتاعتي، حطيت فيها زيت عشان احمر فيها البصل، بس هي طلعت صغيره فانا غيرت وحطيت في حله تانية. وطبعا بقى حمص الشام معايا، انا بلاه من قبلها بيوم، ورميت المية بتاعته وزودته مية جديدة زي ما انتوا شايفين. وهولع النار عليه بقى واسيبه يستوي. طبعا عملت في حلة تانية عشان الحلة الأولانية كانت صغيرة. أنا بحب أعمل في حلة عشان يعني أنجز وقت. أما لو عملت في طاسة هياخد كمية صغيرة، ما الحلة بتاخد كمية كبيرة. والريم بقى اللي بيطلع من الحمص ده كل ما يطلع ريم بشيله. ده اول حاجة طلعتها من البصل، عايزة اقول لكم حلو جدا ومقرمش ما شاء الله. وهكمل باقي الكمية برضو. عايزة اقولك بقى الزيت بتاع البصل ده ما ترمهوش خالص، لان هنستعمله في كل حاجة.
شايفين ما شاء الله شكل البصل حلو جدا، ومفيش ولا دقيق ولا اي حاجة وقعت في الزيت. الحمص بتاعي بقى شلت الريم اللي على الوش كله، وهضيف له معلقة كمون وملح، وهسيبه كده على النار ياخد غلوتين، وبعدين اقفل عليه. بس لما بقفل عليه ما برميش المية بتاعته، بحتفظ بيها. اقول لكم ليه؟ وده الشكل النهائي بتاع البصل بتاعي. شايفين ما شاء الله مقرمش وجميل ازاي؟ هبدأ بقى بالعدس. برضو كنت بلاه قبلها بيوم، ورميت المية بتاعته، حطيت له مية جديدة يا دوب خد غلوة واحدة بس، وبعدين صفيته من المية، واحط عليه معلقتين زيت كبار، واحط عليه ملح وفلفل اسمر، ومعلقتين مية كده، وهديلهم تقليبة على النار، وهدي عليه. انا بعمل كده ليه بقى؟ ما بخلوش يستوي في المية، انا بحب اعمله بالطريقة دي، بيطلع معاكي مفلفل وجميل جدا، بيبقى عامل زي بتاع المطاعم بالظبط، مش بيفرق عن بتاع المطاعم حاجة. بس لازم كل دقيقتين تفتحي على العدس وتقلبيه تقليبة، وتقفلي عليه تاني تخليه يستوي على البخار. ما تخافيش، هيستوي معاكي وهيبقى جميل جدا. انا كده جبت المية، عشان كل دقيقتين هفتح عليه اضيف له معلقة مية او معلقتين، واسيبه على نار هادية يستوي مع نفسه. بس اهم حاجة ما تنسوهوش، لازم تقلبيه كل شوية. عايزه اقولك هيفرق معاكي جدا في الطعم والشكل. ودي تاني مرة برضه افتح عليه، هضيف له برضه معلقة مية تاني، واديله تقليبتين كده حلوين، واغطي عليه تاني. انا حبيت ما اقطعش من الخطوات دي عشان تعرفوا هو بيستوي ازاي. طبعا كل مرة بتدوقيه بتشوفي استوى ولا لا. شايفين؟ حطيت له معلقة مية بس بسيطة خالص المرة دي، عشان كان قرب يستوي. وهوريكم بقى الشكل النهائي بتاعه. بس لما بيستوي لازم بتحطيه في حاجة واسعة عشان ما يعجنش زي ما انا عاملة كده. ودلوقتي حاطة مية تغلي، حاطة فيها معلقة زيت كبيرة، ونزلت بالمكرونة الصغيرة بتاعتي، ومعايا برضو مكرونة اسباجيتا مكسراها، وهضيفها مع المكرونة واسيبهم بقى يتسلقوا مع بعض. هديهم تقليبة كده عشان المكرونة الاسباجيتا دي ما تمسكش في بعض. احنا كده كده حاطين زيت، بس برضو ألزم ايه نديهم تقليبة كده كل فترة لحد ما تتسلق. وهقول لكم هنعمل فيها ايه برضو بعد ما بتتسلق. وده الزيت بتاع الكشري اللي انتوا شفتوه ده. وده خلاص المكرونة بتاعتي خلاص صفيتها من ميتها واستوت. حطيت عليها معلقة زيت من بتاع البصل زي ما انتوا شايفين كده، واحط ملح وكمون وفلفل اسمر،
وهديهم تقلبتين كده على النار، وبعدين هقفل عليهم خالص. وكده يبقى خلصنا المكرونة. كده المكرونة بتاعتي بقت تمام وقفلت عليها. هبدأ بقى في الرز بشعرية بتاع الكشري. انا ما بعملش الرز لوحده، لا انا بعمل الرز بالشعرية مع بعض، عشان في ناس بتحب تعمل الرز لوحده والشعرية لوحدها، لا انا ما بعملش كده. هحمر الشعرية بتاعتي، وبعد ما احمرها في تكاية بعملها كده بتفرق في الطعم، تابعوا معايا بإذن الله تعرفوا. معلش هو الكشري بياخد غلبة شوية وشوية مواعين، بس يلا الطعم في الآخر بيبقى جميل جدا. وكفاية اللي انت بتاكلي حاجة نظيفة من البيت، واثقة في نظافتها وكل حاجة. انا دلوقتي بقى هضيف لها معلقة توم مهروس، هرسة فص توم، هحطها على الشعرية بتفرق جدا في الطعم. انا الخطوة دي بعملها في الرز بتاع الكشري بس، امال الرز العادي ما بحطش التوم. هو فص واحد بس بيفرق في الطعم، بيخلي طعم الرز جميل. هديهم تقليبة كده، وبعدين ضفت الرز بتاعي. هشوح برضو الرز بتاعي مع الشعرية. زي ما انتوا عارفين انا بحب اشوح الرز عشان يطلع معايا مفلفل. وطبعا مسخنه له ميه. وبكده بقى انا خلاص اديت له تشويحه حلوه جدا. هضيف الملح بتاعي وهحط سنه فلفل اسمر بسيطه. هدوم تقليبه كده بسيطه، وبعدين هنزل بالميه السخنه بتاعتي. شايفين بقى ما شاء الله، اول ما ضفت الميه السخنه الرز غلي على طول ازاي. ههد عليه بقى واسيبه على نار هاديه يستوي براحته. ده الشكل النهائي بتاعه بقى بتاع الرز. كان استوى وخلاص بقى تمام معانا. هبدأ بقى بالصلصة بتاع الكشري. هضيف له معلقة توم كبيرة جدا، وهقلبها كده على النار. هقلبها كده على النار، وبعد ما تحمر هضيف لها نص كوباية خل. هضيف بس نص كوباية خل في الكوباية بتاعتي، وبعدين اضيفها على الثوم. ما بتخليش الثومه تحمر قوي قوي يعني اللي هي تمرر، لا هو الحمار الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين ضفت الخل بسيبه ياخد غلوتين كده، وبعدين انزل بالطماطم. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي. عايزه اقولك بقى تغليفه التوابل دي جميله جدا بجد والله العظيم. مش بقول عشان حاجه، اكنك قاعده في مطعم بجد. يعني التوابل دي بتخلي الصلصه بتاعه الطماطم حلوه جدا. عباره عن ورق لوري، حبهان، كبابه صيني، قرنفل، فلفل اسمر، كزبره، كمون، ملح طبعا. عايزه اقولك بتخلي الصلصه بجد بجد جميله حاجه تانية. يعني اصلا انا لما طحنت التوابل دي وحطيتها جنبي، انا كنت شامه ريحه كشري من قبل ما ابدا فيه اصلا. والتكايه البسيطه دي بقى، شايفين الميه دي بتاعت سليق المكرونه، خدت كوبايه منها بس مش هضيفها كلها، هضيف نصها بس. بتاخدي الميه بتاعت سليق المكرونه، بتخلي الصلصه بتاعتك بتتقل وبتبقى جميله جدا. شايفين ما شاء الله الصلصه الشكل النهائي بتاعها. وبكده بقى هعمل الدقة بتاعت الثوم، بس انا للأسف بقى مش هعمل الشطة عشان خاطر بنتي، فهكتفي بالدقة بتاعت الثوم بس.
انا ضفت معلقة توم، هقلب فيها كده. وطبعا الزيت ده برضو بتاع تحمير البصل. بصوا، في ناس بتعمل الخطوة دي بتعملها نية، يعني على الني كده، على البارد. بتحط الثوم على الملح على الكمون على الخل كله كده على بعضه. بس انا بحب احمر الثوم على النار. هما الطريقتين حلوين، الطريقة اللي تعجبك بقى. انا بحمر التومة كده على النار وهضيف عليها الخل. وعايزه اقولك بقى، اللي انا باخد برضو كوبايه ميه بتاعه سليق الحمص وبضيفها عليه، بتفرق جدا في الطعم وفي اللون، بتخليها جميله جدا. حطيت لها بس 3 معالق كبار خل، وحطيت كوبايه ميه من اللي هي بتاعه سليق الحمص، وطبعا كمون وكزبره وسنه فلفل اسمر وملح. وهسيبهم بقى ياخدوا غلوه كده على النار، وكده يبقى تمام قوي. شايفين ما شاء الله. وبكده بقى الكشري بتاعي كله كده خلص. شايفين ما شاء الله كله كده بقى تمام. البصل والرز والمكرونة كل حاجة بقت جاهزة معايا. هقدم لكم بقى الطبق النهائي واوريكم الشكل بتاعه. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يكون خفيف كده على قلوبكم، ويكون الطريقة بتاعت الكشري عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراك في القناة لو ما اشتركتش في القناة اشترك، وتفعل زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد، وتسيبولي تعليق حلو. يلا دمتم سالمين حبايبي.